السلاح النووي، حكاية القوة والردع. واش عمرك تخيلتي كيفاش واحد الاختراع علمي كان ممكن يغير وجه العالم للأبد؟ كيفاش شي حاجة بدات كفكرة في مختبر ولات هي أقوى سلاح عرفته البشرية؟ هادشي ماشي قصة خيالية، هادشي حكاية السلاح النووي اللي قلب الموازين وخلى العالم يعيش في واحد الخوف دائم، خوف إن زر واحد يقدر يمحي مدن كاملة في لحظة. منين جات هاد القوة الخارقة وكيفاش كل دولة من الدول اللي كتمتلكها قدرت توصل ليها؟ واش كانوا دوافعهم متشابهة ولا كل واحد كان عنده طريقته الخاصة؟ هادشي اللي غادي نشوفو في هاد القصة اللي غادي نرجعو في هاد الزمن باش نفهمو كيفاش هاد السلاح اللي كيشبه العملاق الناس فاق من سباتو، وكيفاش كل دولة حاولت تروض هاد العملاق باش يحميها ولا باش يفرض كلمتها. غادي نسافروا عبر الزمن للمختبرات السرية في قلب الصحاري، حتى الأروقة ديال السياسة الدولية اللي كتشهد صراعات خفية على القوة. واحد الفكرة بدات كتخلق في عقول بعض العلماء، فكرة تقدر تحسم الحرب ولكن في نفس الوقت تقدر تدمر كل شيء. هاد الفكرة كانت هي القنبلة الذرية. في ديك الوقيته كانوا العلماء الألمان متقدمين في مجالات الفيزياء النووية، وهذا الشيء خلى الحلفاء وبالأخص أمريكا يخشاو للنازيين يسبقوهم ويصنعوا هذا السلاح الفتاك. هنا فين بدات القصة ديال واحد من أكبر المشاريع السرية في التاريخ، مشروع مانهاتن. تصور معايا في قلب الصحاري الشاسعة ديال أمريكا، في بلايص بحال لوس ألاموس في نيو مكسيكو، وأوكريدج في تينيسي، وهانفورد في واشنطن، جمعات واحد النخبة من ألمع العقول في العالم، علماء بحال روبرت أوبنهايمر اللي كان هو المدير العلمي للمشروع، وأينشتاين اللي كان عنده دور كبير في إثارة انتباه الرئيس الأمريكي روزفلت لخطورة الموضوع. هاد الناس مع الآلاف ديال المهندسين والتقنيين والعمال خدموا ليل ونهار في سرية تامة باش يحولوا النظريات العلمية لواقع مرعب. الهدف كان واضح، صنع قنبلة كتعتمد على انشطار الذرة اللي كتطلق طاقة هائلة. كانت تحديات كبيرة في تخصيب الأورانيوم حتى القنبلة نفسها، ولكن الإصرار والخوف من العدو خلاهم يتجاوزوا كل شيء. صباح يوم 16 يوليوز 1945 في صحراء نيو مكسيكو، بالضبط في موقع سميتو ترينتي، وقع أول انفجار نووي في التاريخ. واحد الكرة ديال النار ضوات السماء وخلات واحد السحابة في شكل فطر كيطلع للسماء. كان مشهد مهيب كيبين قوة الطبيعة اللي قد الإنسان يطلقها. أوبنهايمر اللي شاف هذا المنظر قال جملته المشهورة: أصبحت الموت مدمر العوالم. كان عارف أنه خلق شي حاجة غادي تغير العالم للأبد. غير أسابيع قليلة من بعد هاد التجربة، وفاش كانت الحرب العالمية الثانية كتقرب تسالي، أمريكا قررت تستعمل هاد السلاح في 6 أغسطس 1945. طيارة أمريكا سميتها إينولا غاي رمت قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية. المدينة تحولت للرماد في لحظات، ومات الآلاف ديال الناس. وبعد 3 أيام في 9 أغسطس رمى قنبلة أخرى على مدينة ناكازاكي، وكانت نفس الكارثة. هاد جوج قنابل هما المرات الوحيدة في التاريخ اللي تستعمل فيهم السلاح النووي في الحرب. تأثير هاد القنابل ما كانش غير في لحظة الانفجار، ولكن بقات لسنوات طويلة. وشهود العيان اللي بقاو عايشين حكاو قصص مرعبة على الجحيم اللي شافوه وعلى الأمراض اللي لحقتهم بسبب الإشعاع. هادشي خلى اليابان تستسلم والحرب تسالي، ولكن في نفس الوقت بدا عصر جديد، عصر الخوف النووي. فسالة الحرب العالمية الثانية العالم ما بقاش هو أمريكا ولات هي القوة العظمى الوحيدة اللي عندها السلاح النووي، وهادشي خلى الاتحاد السوفيتي اللي كان حليفها في الحرب يحس بالخطر. ستالين زعيم الاتحاد السوفيتي شاف أن امتلاك أمريكا لهذا السلاح كيشكل تهديد مباشر لأمن بلادو، وداكشي علاش عطى الأوامر باش يبداو ببرنامج نووي خاص بهم بأي ثمن. الروس ما كانوش غادي يبداو من الصفر، كان عندهم علماء ديالهم، ولكن اللي يعاونهم بزاف هو التجسس. شبكات التجسس السوفيتية بدات تخترق المشروع الأمريكي وتجيب معلومات حساسة على تصميم القنبلة النووية. هادشي مع المجهودات الجبارة ديال العلماء السوفيات خلى الاتحاد السوفيتي يفجر أول قنبلة نووية 29 غشت 1949 في مفاجأة أصدمت العالم كامل، بالأخص أمريكا. هاد التجربة اللي سموها
RDS-1 كانت إعلان رسمي على بداية الحرب الباردة وسباق التسلح. الحرب الباردة ما كانش حرب بالمعنى التقليدي، ما كانش فيها إطلاق نار مباشر بين القوتين العظمتين، ولكن كانت حرب ديال الأعصاب، حرب ديال التهديد والردع. كل دولة كانت كتسعى باش يكون عندها سلاح نووي أقوى وأكثر تطورا من الآخر، باش تضمن أنها تقدر تدمر العدو ديالها في أي لحظة. وهذا الشيء هو اللي كيتسمى الردع النووي. الفكرة هي أن الخوف من الدمار الشامل كيمنع أي واحد يبدا الهجوم الأول. في هذه الأجواء ديال التوتر، دول أخرى بدأت كتدخل لهذا النادي النووي. بريطانيا اللي كانت حليفة قوية لأمريكا في الحرب ما بغاش تبقى متخلفة. بمساعدة جزئية من أمريكا وبمجهودات العلماء ديالها، قدرت بريطانيا تفجر أول قنبلة نووية ديالها في 1952، ولات هي ثالث دولة في العالم كتمتلك السلاح. من بعد بريطانيا جات فرنسا تحت قيادة الجنرال شارل دي غول. كان عندها طموحات كبيرة باش ترجع مكانتها كقوة عالمية مستقلة. دي غول ما بغاش فرنسا تبقى تابعة لأمريكا في الحماية النووية، وداك الشيء علاش قرر أن فرنسا خاصها يكون عندها قوة الردع خاص بها. هذا القرار كان صعيب وتطلب مجهودات علمية وتقنية ومالية كبيرة، ولكن فرنسا قدرت تفجر أول قنبلة نووية ديالها في 1960 وولات هي رابع دولة نووية. ولكن المفاجأة الكبيرة جات من آسيا. الصين اللي كانت يلاه خارجة من حرب أهلية طويلة وكتعاني من الفقر، قدرت تفاجئ العالم كامل. ماو تسي تونغ زعيم الصين شاف أن امتلاك السلاح النووي ضروري باش الصين تفرض وجودها كقوة عالمية وباش تحمي راسها من أي تهديد خارجي، خصوصا من أمريكا والاتحاد السوفيتي اللي كانت علاقتها بهم متوترة. 16 أكتوبر 1964 الصين فجرت أول قنبلة نووية ديالها، ولات هي خامس دولة في العالم كتمتلك هذا السلاح. هذا الشيء كان إنجاز كبير للصين، كتبين أن الطموح والإرادة كيقدروا يتجاوزوا أي صعوبات، كيغيروا موازين القوى في العالم. من بعد الدول الخمس الكبار اللي ذكرنا اللي هما أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا والصين اللي كيتسموا الدول النووية الرسمية، بدا السلاح النووي كينتشر لدول أخرى، كل وحدة بدوافعها الخاصة. وهذا الشيء خلق تحديات جديدة للعالم. أول مثال على هذا الانتشار هو الهند وباكستان. هاد جوج جيران اللي عندهم تاريخ طويل ديال الصراع والحروب شافوا في السلاح النووي وسيلة باش يحميو راسهم من بعضياتهم. الهند اللي كانت كتشوف الصين تهديد ليها بدات البرنامج النووي ديالها في الستينات، وفي 1974 فجرت الهند أول قنبلة نووية ديالها وسمتها بوذا المبتسم. علاش هذا الاسم؟ حيث الهند بغات تبين أن التجربة ديالها تجربة سلمية، أنها ما كتهدفش للتسلح، ولكن العالم ما تقبلش هذا التبرير. وخا قالت أنها تجربة سلمية، هذا الشيء خلى باكستان تحس بالخطر الكبير. باكستان اللي كانت ديما كتحس أنها أضعف من الهند عسكريا قررت أنها خاصة تمتلك السلاح النووي بأي ثمن باش تحقق التوازن. العالم الباكستاني عبد القادر خان اللي كان كيعتبر الأب الروحي للبرنامج النووي الباكستاني لعب دور كبير في هذا الشيء. وفي 1998 باكستان فجرت القنابل النووية ديالها، ولات هي أول دولة إسلامية كتمتلك هذا السلاح. هذا الشيء خلق سباق تسلح نووي خطير في جنوب آسيا وخلى العالم كله على أعصابه من أي مواجهة محتملة بين هاد الجوج الدول. من بعد كاين حالة كوريا الشمالية، هاد الدولة المعزولة اللي كيحكمها نظام شمولي اختارت طريق خاص بها باش توصل للسلاح النووي. البرنامج النووي ديالها بدا في الثمانينات، ولكن في التسعينات فاش تفكك الاتحاد السوفيتي كوريا الشمالية بدات كتحس بالخطر، خصوصا من أمريكا وكوريا الجنوبية. رغم العقوبات الدولية الصارمة ورغم الضغوطات الكبيرة، كوريا الشمالية صمت على امتلاك السلاح النووي باش تضمن الوجود ديالها. في 2006 فجرت أول قنبلة نووية ديالها، ومن تما وهي كتواصل التجارب النووية والصاروخية ديالها وكتشكل تحدي كبير للمجتمع الدولي. المسار ديالها كيبين أن العزلة والتهديد كيقدروا يدفعوا الدول لامتلاك هذا السلاح وخا يكون الثمن غالي. وكاين حالة إسرائيل ما عمرها اعترفت رسميا بامتلاكها للسلاح النووي، ولكن العالم كله كيعرف أنها كتمتلك ترسانة نووية كبيرة. السياسة ديالها هي الغموض النووي، يعني ما كتأكد وما كتنفيش. هادشي كيعطيها واحد القوة ديال الردع في المنطقة وكيخليها تحافظ على تفوقها العسكري. البرنامج النووي الإسرائيلي بدا في الستينات بمساعدة جزئية من فرنسا،
وتطور في سرية تامة. الغموض اللي كيحوم حول البرنامج النووي الإسرائيلي كيزيد من تعقيد الوضع في منطقة الشرق الأوسط اللي هي في الأساس منطقة متوترة. في ظل هذا الانتشار ديال السلاح النووي، العالم حاول يلقى شي طريقة باش يتحكم في هاد القوة المدمرة. داكشي علاش في 1968 توقعات معاهدة ديال عدم الانتشار اللي خرجت 3 ديال الحوايج الأساسية، منها انتشار الأسلحة النووية، نزع السلاح النووي، وتشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية. الدول الخمس الكبار أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا والصين هما الدول النووية المعترف بها في هذه المعاهدة. تعهدوا أنهم ما غاديش يعاونوا دول أخرى باش تمتلك السلاح النووي، وفي نفس الوقت الدول اللي ما عندهاش السلاح النووي تعهدات أنها ما غاديش تستعمل الامتلاك ديالو. ولكن واخا هذه المعاهدة تحديات باقة كبيرة. كاين دول بحال الهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل اللي موقعاتش على هذه المعاهدة أو اللي انسحبت منها وبقات كتمتلك السلاح النووي. هادشي كيخلي خطر الانتشار ديما حاضر. كاين دول أخرى اللي كتشوف أن امتلاك السلاح النووي هو الضمان الوحيد لأمنها في عالم كيتغير بسرعة، وهادشي كيزيد من تعقيد الوضع. الخطر ماشي غير في الانتشار، ولكن حيث في إمكانية الاستخدام. غلطة وحدة، سوء فهم، أو حتى هجوم إلكتروني يقدر يشعل حرب نووية كتدمر الكوكب كامل. داكشي علاش جهود نزع السلاح النووي باقا مستمرة، ومنظمات دولية ونشطاء كيطالبوا بالقضاء على هذا السلاح بشكل نهائي. ولكن هادشي صعيب بزاف. الدول اللي كتمتلكو كتشوف فيه قوة ردع ضرورية منها. في الختام، قصة السلاح النووي هي قصة معقدة فيها بزاف ديال الجوانب. هي قصة على طموح الإنسان، على قدرته على الابتكار، ولكن في نفس الوقت هي قصة على الخوف، على الصراع على القوة، وعلى التحديات الأخلاقية اللي كتواجه البشرية. هذا السلاح اللي خلقناه، المستقبل ديالنا كيتعلق كيفاش غادي نتعاملوا مع هذا العملاق الناس، واش غادي نقدروا نتحكموا فيه ونقضيو عليه، ولكن غادي يبقى دائما السيف متسلط على رقابنا. هذا السؤال كيبقى معلق، الإجابة عليه في يد البشرية جمعاء. في وسط هذا السباق النووي والانتشار ديالو كاين واحد القصة فريدة من النوع ديالها، قصة جنوب أفريقيا. الدولة اللي كانت كتعيش تحت نظام الفصل العنصري الأبرتايد، وهو واحد النظام سياسي عنصري كان كيقسم الناس على حساب اللون ديال البشرة ديالهم، كيعطي امتيازات للبيض على حساب السود. قدرت السرية تامة تطور برنامج نووي خاص بها في السبعينات والثمانينات. الدافع الرئيسي كان هو الخوف من التهديدات الخارجية، خصوصا من الدول الإفريقية المجاورة اللي كانت كتدعم حركة التحرر، والخوف من تدخل القوى الكبرى. جنوب أفريقيا قدرت تصنع 6 قنابل نووية، ولكن اللي كيميزها على باقي الدول هو أنها هي الدولة الوحيدة في التاريخ اللي صنعت السلاح النووي ومن بعد قررت تفكو وتخلي عليه الإرادة ديالها. هذا القرار التاريخي جاء بداية التسعينات، فاش بدا النظام الأبرتايد كيتفكك وبدات المفاوضات باش تسلم السلطة لحكومة ديمقراطية كيمثلها الأغلبية السوداء. القيادة البيضاء في ديك الوقيته خافت لهذيك الأسلحة تطيح في الأيادي الخضر أو تستعمل ضدها في المستقبل، وداك الشيء علاش قررت تفكك الترسانة النووية ديالها بالكامل وتوقع على معاهدة عدم انتشار في 1991. هذه الخطوة كانت مفاجئة للعالم، ولات جنوب أفريقيا نموذج للدول اللي كتقدر تتخلى على هذا السلاح النووي وكتعطي أمل في عالم خالي من هذه الأسلحة. حتى لهنا غادي تكون النهاية ديال القصة ديالنا. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم اشتراك وتشيروه مع صحابكم، تخليو شي كومونتير، تهلاو لي فراسكم.